وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الواقع أيها الأحبة لا زلنا في كتاب الصلاة لسماحة الإمام السيستاني، والليلة سوف نتكلم عن مسألة شرعية من المسائل المهمة، ألا وهي أقسام الوطن. هاي مسألة من أقسام الوطن الذي نصلي فيه، واضح إن شاء الله، الرباعية تماما. ومتى تسقط؟ واضح؟ تسقط شنو؟ تسقط الوطنية بتعبير ثاني، فنصلي قصرا، فنصلي فيه قصرا. هاي من المسائل المهمة، الكثير من اخوتنا يسألون عنها. أقسام الوطن الذي ايش راح نصلي فيه؟ نصلي فيه تمام، واضح. ومتى تسقط الوطنية؟ يقولون هذا مو ابن وطن، مو ابن بلد، مو ابن منطقة. فإذا سقطت الوطنية قالوا هذا مو ابن هذه المنطقة، واضح إن شاء الله. ايش راح يصلي؟ نصلي قصرا. المسألة مهمة. نقول أقسام الوطن. أقسام الوطن عندنا يسمونه الوطن الأصلي، وعندنا الوطن الاتخاذي. مسألة هو من المسائل المهمة. الوطن الأصلي قال هو مسقط رأس الإنسان ومسكن والديه، واضح إن شاء الله. هو الوطن الأصلي هو مسقط رأس الإنسان، يعني محل الولادة، رأس الإنسان، واضح إن شاء الله، أي محل الولادة. وبعد ومسكن والديه، هذا مسقط الرأس ومسكن الوالدية مالت الإنسان. ايش راح يصلي فيه الإنسان؟ يصلي فيه تمام، واضح إن شاء الله. يصلي هذا لما الآن ولد وكبر في هذا المكان اللي هو مسقط الرأس مالته، ايش راح يصلي فيه؟ يصلي فيه تماما، واضح إن شاء الله. الرباعية يصلي فيه. الوطن الاتخاذي، نأتي إلى الوطن الاتخاذي. هاي مسألة هو مهمة. الوطن الاتخاذي أي ما يتخذه الإنسان المكلف، يعني وطنا له لبقية عمره، أو ما يراه العرف وطنا له. واضح، العرف يراه وطنا له، لو يتخذ وطن بقية عمره. ايش راح يصلي؟ عليكم السلام ورحمة الله. ايش راح يصلي فيه هذا؟ يصلي فيه تماما، واضح إن شاء الله. وهذا أو ما يراه العرف وطنا له أيضا يصلي فيه تماما. يراه العرف أنه فلان هذا من أهل المنطقة الفلانية، صار له جاي يمنا سنتين ثلاثة، واضح إن شاء الله. أو هو يقول أنا راح أروح إلى النجف وبقية عمري أسكن بالنجف. أو قسم من إخوتنا اللي جوا مثلا خلينا نقول من العمارة من الناصرية وسكنوا البصرة، من تجي السيلة شنو هو؟ ايش راح يقول؟ يقول خلاص أنا بعد سكنت البصرة إن شاء الله بقية عمري راح أبقى هنا. هذه شو يسمونه وطن اتخاذي. نأتي نقول الوطن الاتخاذي ممكن يتعدد. خلينا نجيب والله هاي المسألة. الوطن الاتخاذي ممكن يتعدد، نعم. بس من الأثرياء يقول أشهر الصيف وأنا خلصها بمشهد 4 أشهر بمشهد. أشهر الشتاء وأنا خلصها الشتاء خلينا نفرض وين؟ في كربلاء، 4 أشهر كربلاء. بقية الأشهر 4 أشهر الأخرى قال وين؟ في البصرة. صار عنده كم وطن؟ 3 أوطان. فإذا 4 أشهر اللي هي بمشهد يصلي تمام، 4 أشهر اللي هي وين؟ كربلاء يصلي تمام، 4 أشهر اللي هي بالبصرة وين يصلي تمام. فكم وطن اتخاذي صار عنده؟ 3 أوطان. أينما يذهب ايش راح يصلي تمام. نأتي إلى شيء آخر إكمالا للبحث. ومتى تسقط الوطنية؟ الوطن يمتى يسقط؟ يعني شو راح يصلي فيه؟ يصلي فيه قصرا. قال بالإعراض عنه، عدم العودة إليه. واضح؟ واحد يأتي الآن يقال له وين محل الولادة مالته؟ قال محل الولادة مالته خلينا نفرض البصرة.
الآن أنت وين ساكن؟ قال ساكن النجف. عندك نية العود إلى البصرة ولا ما عندك؟ قال لا، ما عندي نية العود إلى البصرة. فمن يأتي إلى البصرة يأتي، خلينا نفرض، إلى نفس دور الأسمدة الجنوبية. إيش راح يصلي في دور الأسمدة؟ بيت أهله، لكن هو ما عنده نية العود إلى دور الأسمدة. فهنا بالمنطقة دور الأسمدة حتى لو ينعزل، لو يجي إلى دور الأسمدة، بما أنه أعرض، يعني شنو؟ يعني بعد ما عنده نية السكن مرة أخرى وين؟ بدور الأسمدة الجنوبية. ما عنده نية السكن مرة أخرى بالناصرية، بالمنطقة مال الولادة مالته، المنطقة مالتهم، المحلة مالتهم، البلدة مالتهم، ما عنده. بما أنه أعرض، نأتي إلى المرأة. مرأة تزوجت وإجت إلى بيت أهلها. إيش راح تصلي ببيت أهلها؟ تزوجت بالعمارة، بالناصرية، بالنجف، بكربلاء، وإجت إلى بيت أهلها بالبصرة. إيش راح تصلي؟ مرة نجي نسأل هاي الزوجة، نقول لها عندك نية العودة لكي تسكني في نفس المنطقة مال بيت أهلك ويا بيت أهلك جيران، نفس المنطقة مالتهم، نفس البلد مالتهم؟ تقول إن شاء الله أنا قاعد أسعى لإقناع زوجي بأنه نجي نسكن يم أهلي. واضح إن شاء الله؟ إذن هي ما عارضة عن وين؟ عن أهلها، عن مكان بلد أهلها، بلد مسكن رأسها، مسقط رأسها. فايش راح تصلي عند أهلها؟ صلي تمام. ومرة تقول لا أنا أصلا بعد ما أرجع، ليش؟ أنا ويا رجلي عارضة عن واضحة الفكرة. فايش راح تصلي؟ تصلي قصر. زين، اجت إلى بيت أهلها وتدري بنفسها تبقى 10 أيام. ايش راح تصلي؟ 10 أيام فأكثر. يلا هاي آخر شيء حتى نكمله. أحسنتم. ما دام عندها اطمئنان، خصوصا النساء عادة، رجلها سافر إلى دولة أجنبية، راح إلى دولة ثانية، إيش قد راح تبقى مهلة؟ نبات 3 أشهر، نبات 4 أشهر. هي تدري على ما رجلها يوصل إلى ذلك المكان ويرسل عليها، عندها اطمئنان 10 فأكثر. فايش راح تصلي؟ تصلي تمام. وهذا هو قسم الوطن، أقسام الوطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.